ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض زي ما انتم شايفين كده الفطير المشلتت. الفطير المشلتت الفلاح هنعمله على اصوله، هنعمله بطريقه اشطر ناس عملت الفطير. يعني مش هقول لكم انها طريقتي، لا، طريقه اشطر ناس عملت الفطير. اول ما هقول لكم على الطريقه هتقوموا تعملوه على طول. واقول لكم كمان في الفيديو ده 4 اسرار لو التزمتوا بيهم هتعملي فطير خطير مورق وهش وطري، وهتفرديه كمان بكل سهوله من غير توريق كتير بقى ولا تبطيط كتير ولا الكلام ده. شايفه الفطيره عامله ازاي؟ شايفه التوريقه بتاعتها، وشها وظهرها في التسويه عاملين ازاي؟ لون بعض، الوش والظهر لون بعض. هتطلعي فطيره خطيره ملهاش حل. شايفه الجمال؟ يمكن هخليكي تعملي مثلا، مش هقول لك كل يوم، هتعملي كل اسبوع فطير لو شفت الفيديو بتاعي واتبعت الطريقه للاخر. بس قبل ما نشوف الفيديو، دي قناتي وما تنسوش تشتركوا فيها ولايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا بقى معايا نشوف الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها معانا دلوقتي، هنجيب معانا دقيق جميع الاستخدامات. انا عامله الفطيرتين دول بحوالي كيلو الا ربع دقيق، ما عملتش كيلو كامل. هنجيبه وننخله. اي نوع متعدد الاستخدام، انا بستخدم النوع ده في كل المخبوزات عندي. اهم حاجه يكون الفطير درجه بتاعته 73%، هتبقى مكتوب عليه من ورا كده 73%، اللي هو جميع الاستخدامات. بعد بقى ما نخلت الكيلو الا ربع دقيق، الكيلو الا ربع دقيق بياخد حوالي كوبايتين ميه اللي هي 200 مللي، يعني حوالي ايه، يعني 300 او حوالي من 400، من 350 ل 400. المج ده بياخد حوالي ايه، كوبايتين ميه زي دول او اقل من كوبايتين ميه. هنحط على الدقيق معلقه ملح صغيره جدا ونقلبها عليه، وبعد كده هنقلب السكر، نجيب معلقه سكر كبيره ونقلبها على الميه بتاعتنا. نقلبها في الميه، ما نحطهاش على الدقيق عشان ما تخرصش مع الدقيق. وبعد كده بقى نحط كميه الميه بتاعتنا اللي هي زي ما قلت لكم حوالي من 350 ل 400 مللي. مش هنحطها كلها، هنحط ونسيب جزء على جنب، ونبدا بقى نعجن، لان مش كل دقيق بياخد زي بعضه، يعني مش كل دقيق بياخد ميه زي بعضه، كل نوع بياخد ميه بتاعته. طبعا انت لو عندك عجان حطي في العجان، ما فيش اي مشكله، بتشتغلي في العجان. انا عندي بس بحاول اشتغل على ايدي، لان الاغلبيه العظمى بيشتغلوا على ايدهم، فتبقي شايفه الطريقه بالظبط. بعد بقى ما حطيت له الميه وبدات اعجنه في البوله، هطلعه بقى من البوله واحطه على الرخامه عندي، وابدا ايه اعجنه بايدي عشان يبقى العجن اكتر واحسن، ويبقى بالنسبه لك كمان اسهل يعني. السر الاول معانا النهارده هو العجن، عجن الفطير. بتدي الفطير وقته، لو هتعجنيه في ايدك بايدك بياخد حوالي 10 دقايق، لكن لو في العجانه بياخد من 5 ل7 دقايق. بعد ما عجناه وبقى شكله قدامك زي ما انت شايفاه طري كده، بتحطيه بقى في البوله، بتدهنيها زيت وتدهني وشه زيت وتسيبيه يريح شويه. طبعا هو ما فيهوش خميره، احنا مش بنخمره، احنا بنسيبه يريح. بتسيبيه يريح حوالي نص ساعه، بتغطيه بقى بكيس بلاستيك كده وتسيبيه حوالي نص ساعه. طبعا هو نص ساعه عشان احنا في الصيف اصلا والجو حر. يبقى زي ما قلت لك اول سر اللي هو العجن، احنا بنطلعه بقى بعد نص ساعه. شايفه العجينه عامله ازاي معايا؟ شايفه العرق بيموت ازاي، عامل ازاي، بتشد ازاي زي اللبانه، بتشد معايا زي اللبانه. السر التاني بقى ان كل ما العجينه ارتاحت، احنا هنريحها على كذا مره، كل ما العجينه ارتاحت كل ما طلعت فطيره تحفه. يعني كل ما ريحتي العجينه واديتيها راحتها بعد العجن وبعد التبطيط وكده، بتديكي نتيجه تحفه. هنجيب بقى العجين بتاعنا هنفرده رول زي ما انت شايفه كده، هتلاقيها بتشد معاكي، بتمط معاكي كده، حاجه كده جميله. بعد ما بنعمله رول كده، هنبدا بقى نقطعه بسكينه، او انا بقطعه بقطعه البيتزا، ونكوره كور. وهنبقى جايبين صينيه شاي بقى، صينيه الومنيوم، اي حاجه، ودهنينها زيت كويس، ونبدا نحط عليها الكور بتاعتنا دي. شايفين الشكل ده؟ وبعد كده بقى انا بجيب سمنه او زيت زي ما انت عايزه، وبدهن وشه عشان وشه ما يقشفش كده معانا. بدهنه كويس، وبرده بغطيه واريحه تاني كمان نص ساعه، برده بغطيه بكيس بلاستيك وفوطه واسيبه يريح كمان نص ساعه. زي ما قلت لك ان من ضمن السر التاني ان العجينه بتاعتنا كل ما ارتاحت اكتر كل ما فردت معاكي اكتر. نسيبه بقى كده نص ساعه. رجعنا بعد نص ساعه، تعرفي منين ان العجينه بتاعتك ريحت؟ هتغرزي صباعك كده، شايفه ما بترجعش كده، يبقى العجينه ريحت على الاخر، بقت 100 100، تبداي تشتغلي فيها. هجيب بقى، انا هستخدم الماده الدهنيه بتاعتنا، انت تستخدمي اي حاجه، هو انا مستخدمه زبده بلدي اللي هي الفلاحي بتاعتنا دي، حطيتها شويه سيحت في الميكرويف، هي كانت زبده يعني مش سمنه متسايحه، يعني واخداها بمرتتها بحالها، وهبدا اشتغل بيها. بتدهني بقى الارضيه، بتجيبي بقى زي ما انت شايفه كده، انا حاطه شغاله على مفرش السيليكون اللي هو بتاع العجين، او على الرخامه، على صينيه كبيره، على اي حاجه. بتبداي بقى تاخدي الكور كوره كوره، تفردي تحتها سمنه او زيت، او زيت وسمنه زي ما انت حابه، اي ماده دهنيه، وتفرديها بالشكل دوت، وبعدين تطبقيها زي المنديل كده. شايفه في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. وطول ما انت شغاله بتحطي سمنه عليها،
يعني طول ما انت شغاله بتحطي سمنه تحت وفوق، وبتبداي بقى تبططي ببطن ايدك وتاخدي العجينه معاكي من جوه لبره، مش العكس، من جوه لبره. تعرفي انك انت هتبداي تطبقي العجينه بالشكل اللي احنا شفناه دوت زي المنديل، اما تلاقي الارضيه بتاعه الحاجه اللي انت بتاعه ارضيه المفرش السيليكون دي بدات تبان، يعني العجينه بقت خفيفه خالص. هنجيب العجينه بتاعتنا التانية، هنجيبها نفردها ونحط الاولانيه، المنديل الاولاني اللي احنا عملناه نحطه فيها، وبعدين نطبق الجديد عليها. انا مخليها حجمها متوسط، مش هعملها كبيره قوي. اجيب اهو، نقول تاني قدام بعض، هنبطط، مفيش مشكله لو قطعت منك شويه بسيطه كده، مش هتاثر خالص على التوريق. ونجيب الاثنين اللي احنا حطيناهم المنديلين ونحط فيهم التالتة، وهكذا كل العجينه اللي عندنا هنشتغل بالطريقه دي. اسهل طريقه توريق، اسهل طريقه توريق للفطير زي ما قلت لكم. زي ما قلت لكم الطرق هي بتعتمد عليها. اهي بنبدا بقى نشدها، وزي ما قلت لك العجن من جوه لبره، لو قطعت تقطيع خفيف كده ما تقلقيش خالص. هنجيب برضو الاولانيين ونحطهم فيها ونطبق، وطول ما احنا بنطبق بنحط السمنه بتاعتنا او الزبده بتاعتنا. الماده الدهنيه دي تعتبر اهم حاجه بالنسبه للفطيره. انا شفت الفطيره عجنه عباره عن ايه؟ عن دقيق وميه وشويه ملح وشويه سكر. اهوت. بتعملي بقى كام رقاق تابعه بقى ما انت عايزه. يعني مثلا انا عامله دول عشان مش كبار قوي، عامله الواحده 8 رقان، 8 رقان. تعملي 10، تعملي 12. كل ما كبرتي الرق بتاع العدد كل ما كبرت معاكي الفطيره. اهي ده شكلها. هبدا بقى اتنيها كده لتحت. طبعا لما بحطها مقلوبه، بقلبها على اليمه المظبوطه، يعني اخلي الوش الاملس اللي فوق، وبعد كده اغطيها بكيس بلاستيك واسيبها تريح تاني. تمام كده. ابدا بقى اشتغل ايه في الفطيره التانيه. اهم كده عملت الاتنين. هبططها بقى كده. انا عندي قشطه وش اللبن، هعمل واحده بقشطه وش اللبن والتانيه هعملها بالزبده بتاعتنا. هبططها على قد الصينيه زي ما انا قلت لكم، الحجم اللي انت عايزاه. عايزاها رفيعه قوي بتكبريها قوي على قد الصينيه، عايزاها تخينه شويه بتخليها في نص الصينيه. وهجيب بقى القشطه بتاعت وش اللبن. لو ما عندكيش قشطه عادي هتحطي ايه الزبده اللي احنا عاملينها، او الزبده والزيت اللي هو اللي انت كنت شغاله بيهم. وهبدا بقى ادهن الوش. السر بقى الثالث في التسويه هو الفرن. السر الثالث معانا قصدي هو التسويه. اهم حاجه التسويه. بنشتغل بقى ازاي؟ بنعلي الفرن على اعلى درجه ونشغله قبل ما نحط الفطيره بشويه. يعني لازم الفرن يكون سخن جدا، لازم الفرن يكون سخن جدا عشان الفطيره بتاعتنا تبقى كويسه وتنفش جوه. بعد كده بشغله، بعد ما بشغله على اعلى درجه ببدا بقى احط الفطيره. بتاخدش ايه، بتاخد جوه حوالي بعد 10 دقائق هتبصي عليها تلاقيها بدات تحمر من تحت. تبداي بقى انت تقيدي الشوايه عشان تاخد لون من فوق. يبقى اهم حاجه الفرن يكون سخن جدا وانت مدخله الفطيره. ما تدخليش الفطيره على فرن بارد، وتشغليه على اعلى حاجه وتحطيها على الشبكه. وبعد كده بعد ما تلاقيه بياخد لون من تحت تشغلي عليه ايه الشوايه وتهديها كده على الاخر عشان ما يتلسعش، عشان يطلع باللون اللي انت شفتيه في الاول. يبقى ده السر الثالث بتاعنا. ماشي تمام كده. انا حطيت الفطيره بعد ما بططتها، غطيتها بقى شويه على بال ما ايد الفرن. هبدا بقى اغطيها بكيس بلاستيك لحد ايه زي ما قلت لكم كده ايد الفرن ونخليه سخن. وهعمل كمان الفطيره الثانيه ابططها برضو، بس انا هبطط الثانيه مش بالقشطه، هبططها بالزبده اللي احنا كنا عاملين بيها. وهتشوفي النتيجه واحد، يعني عشان يعني ما تبقيش مرتبطه ان لازم يبقى فيه قشطه يعني وكده. دي قشطه كانت من وش اللبن كمان، مش شاريها مخصوص. دلوقتي دي الفطيره معانا بعد ما طلعت من الفرن. ومعانا دلوقتي السر الرابع. انت اول ما الفطيره هتطلع هتدهنيها بالزبده بتاعتك اللي كانت متسيحه، او زي ما قلت لك باي خلطه انت عاملاها، اي ماده دهنيه بتدهنيها كده وبعدين بتغطيها عشان خاطر يبقى الوش بتاعها هيبقى الوش محرمش بسيط خالص وهي طريه من جوه. لازم الخطوه دي. او ممكن كمان تغطيها بكيس بلاستيك، يعني يبقى افضل كمان تلفيها. كل ما تطلعي فطيره تحطيها على الثانيه وتلفيهم كلهم بكيس بلاستيك وتغطيهم، بيطلع الشكل ده. طبعا التغطيه دي زي ما قلت لكم، انا قلت لكم 4 اسرار. اللي لسه معايا شافوا معايا الفيديو لحد دلوقتي لحد الاخر شافوا ال4 اسرار كلهم. ويا ريت بقى الناس الحلوه كده اللي لسه ما عملوش لايك يعملوا لايك، واللي اول مره يشوفوا القناه يشتركوا فيها. واتمنى بقى الفيديو يعجبكم، ويا ريت تجربوا الوصفه وتقولوا رايكم فيها ايه. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده، وبالهنا والشفا.